السلام عليكم. لو بتربي كلب او قطه فالسؤال اللي المفروض نساله مش انت اكلته ولا لا، السؤال المهم بجد انت اكلته ايه، لان نوع الاكل اللي بتاكله له يساوي مناعه قويه، نشاط، عمر اطول، وحيوان سعيد في كل لحظه. لو عندك كلب او قطه ومهتم تعرف ايه الاكل الصح اللي المفروض ياكله، كمل معايا الفيديو ده للاخر. اولا، لو بتربي كلب او قطه لازم تعرف طبيعه الحيوان بتاعك. يعني مثلا الكلب كائن اومنيفورس، يعني اكل للحوم والنباتات، لكن القطه اوبليجيت كارنيفورس، يعني اكله للحوم فقط. ثانيا، عشان تعرف الاكل اللي انت بتشتريه ده كويس ولا لا، امسك الكيس واقراه. اول مكون هو سر الجوده. لو اول مكون لحمه او فراخ حقيقي ده منتج محترم. لو اول مكون ذره او جلوتين او منتج حيواني مجهول المصدر، اهرب فورا. ثالثا، الاكل المناسب لكل عمر. جرو او قط صغير ده محتاج سعرات عاليه، بروتين عالي. حيوان بالغ ده محتاج توازن ما بين البروتين والدهون. حيوان كبير في السن يبقى محتاج الياف اكتر ودهون اقل، عشان نتجنب الامراض المزمنه او امراض كبر السن زي السكر وامراض القلب والروماتيزم. الحيوانات بيجي لها سكر وقلب وروماتيزم عادي جدا، وخصوصا القطط، وهي من اكتر الحيوانات اللي بيجي لها سمنه عشان هي طفسه ودايما بتاكل وتنكر. رابعا بقى، الكميه اليوميه اللي محتاجها كل حيوان. نبدا بالقطط. القط البالغ اللي وزنه من 3 ل 5 كيلو بيحتاج من 50 ل 75 جرام دراي فود يوميا، بتتقسم على وجبتين. ولو قط شقي شويه او نشيط او قطه حامل او بترضع نخليهم 90 جرام. لو اكل بيتي الوجبه بتبقى 60 ل 70% منها لحوم والباقي نشويات وخضار. القط البالغ بياخد من 150 ل 200 جرام في اليوم، بتتقسم على وجبتين. وطبعا القطط بتحب تسلي نفسها في الاكل طول اليوم، فممكن نسيب لها دراي فود متاح قدامها، بس نراقب الوزن عشان زي ما قلنا ما يحصلش سمنه ومشاكل السكر والقلب وغيره. الكلاب بقى، لو دراي فود الكلب بياكل 3% من وزنه. يعني مثلا لو كلب 10 كيلو ده هياكل 300 جرام. لو اكل بيتي بياكل 6% من وزنه. يعني لو كلب مثلا وزنه 20 كيلو ده هياكل تقريبا كيلو وربع اكل، اللي هو 1200 جرام. بتتقسم على وجبتين او 3 وجبات. طبعا ليه كميه الاكل البيتي بتبقى اكتر من الدراي؟ لان الاكل البيتي بيبقى فيه ميه كتير، فده بيزود الوزن. وتركيبه الوجبه بتاعته بتبقى 50% بروتين اللي هي اللحوم، 25% نشويات اللي هي زي الرز والمكرونه، 25% خضار. طب هل الاكل البيتي ينفع لوحده؟ لو هتعتمد على الاكل البيتي لوحده لازم تضيف عليه مصادر للفيتامينز والاملاح المعدنيه، دي بتبقى متوفره في العيادات البيطريه. اكل حيوانك ده مش رفاهيه، ده قرار ومسؤوليه منك، هتاثر على صحته وعلى مناعته ونشاطه. امتلاك حيوان اليف ده مسؤوليه وروح ربنا هيحاسبك عليها، لازم تهتم بيها وتعرف الصح. لو حابب تعرف اكتر عن الدراي فود او الاكل البيتي المناسب، او عندك مشاكل في حيوانك الاليف، اتفضل اسال في كومنت وانا هرد عليك. يا رب اكون عرفت اوصل لكم معلومات مفيده. كان معاكم الدكتور شريف في برنامج عياده الدكتور البيطري.